جزائر يوم الاثنين اول امبارح انتهت الدوره ال17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمه التعاون الاسلامي. مؤتمر بيشارك فيه رؤساء ونواب برلمانيين من اكثر من 30 دوله. مهم مؤتمر اسلامي طلع جايبين عضو مجلس الشيوخ الكولومبي جلوريا فلوريس ورئيسه حاجه البرلمان الانديني، اي حاجه ملهاش اي علاقه بمنظمه التعاون الاسلامي ولا العالم العربي ولا افريقيا ولا اي حاجه متعلقه بالموضوع، هي بس جايه عشان تعمل كده. في أمريكا اللاتينية هناك دول عديدة تدعم النضال الشعبي الصحراوي وحقه في تقرير مصيره. دول المجتمع الأنديني كولومبيا، بوليفيا، إكوادور وبيرو. هذه الدول الأربع تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية وتقيم علاقات دبلوماسية طبيعية معها. بالله عليك ايه علاقه ده بمنظمه التعاون الاسلامي؟ ايه علاقه ده بمنظمه التعاون الاسلامي؟ تعرفش. ايه علاقته بالدول العربيه؟ برضه ما تعرفش. جايبين واحده ملهاش اي قيمه في هذا المكان ولا بهذا الاجتماع عشان تضرب البقين دول وخلاص. تلعب على الوتر الحساس زي برضه لقطه حفيد نيلسون مانديلا وكلامه عن نفس الموضوع في بطوله كرويه اللي هو ايه اللي جاء مع الشام والمغربي. لا، ليه بتقحموا الخلاف في كل حاجه وبهذا الشكل المستفز؟ قمه في الغرابه والله. ايا كان رايك في الموضوع، لكن ايه العلاقه؟ واستقبال رسمي عشان بتتبنى قضايا الامم ومواضيع وقصص، والاجتماع منظمه العالم الاسلامي، ايه علاقه ده غير ان الدنيا تولع؟ ما تفهمش. البرلمان الانديني ده بالمناسبه منظمه برلمانيه انشأوها سنه 79، 25 نائب من 5 دول: بوليفيا وكولومبيا والاكوادور والبيرو، تشيلي. حاجه ملهاش اي علاقه باجتماع منظمه التعاون الاسلامي. ده ما يمنعش على فكره انه نشيد بمواقف هذا البرلمان واعضاء من القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني، لكن برضو زي ما حصل مع حفيد نيلسون مانديلا نقول كلمتين حلوين على فلسطين وبعدين ندس السم في العسل في الخناقه اللي انتم مقحمينها في كل حاجه. فلسطين هي القضية المركزية للشعوب الإسلامية جمعاء، وهي القضية المركزية للإنسانية. لقد أكد البيان الختامي لهذا الاجتماع المطالبة بالاعتراف الكلي وإقامة دولة فلسطين. فعليا حكايه دس السم في العسل. القضيه الفلسطينيه، الشعب الفلسطيني، في النص تقول الجملتين اللي العسكر جايبينها عشانها. وحدة الشعب المغربي والجزائري لا يمكن تقل أبدا عن وحدة الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني. لكل شوية الجزائر بتشيد إنها جمعت الفصائل. طب اسعوا إنكم توحدوا الشعبين اللي بتجمعهم أواصر اللغة والدين والعرق والنسب وكل حاجة. الموضوع طبعا كالعادة ضايق الوفد المغربي اللي احتج رسميا على دعوة رئيس البرلمان الإندي وتصريحاتها في الجلسة الافتتاحية. مش هنخلص احنا عن امتعاضنا الشديد كوفد مغربي عن برلمان المملكة المغربية بغرفتيه، واحتجاجنا الأشد لدى السيد الأمين العام للاتحاد عقب كلام صادر عن سيدة البرلمان الأنديني يمس بالوحدة الترابية لبلد عضو ومؤسس للاتحاد وأثناء فعاليات وأشغال الاتحاد. والسيدة ليست عضوة في الاتحاد، مجرد ضيفة ولا تربطها أي علاقة بالتعاون الإسلامي. رد فعل المغرب المرة دي انتشر بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي. مغردين من أنحاء العالم العربي احتفلوا بكلمة رئيس الوفد المغربي في الجلسة دي، اللي من أول كلمة ليه في مشاركته أنا بتكلم من الحق بيأكد على العلاقة القوية بين الشعب المغربي والجزائري ويشيد بالأواصر المشتركة بين الشعبين. الراجل كان بيتكلم في منتهى الاحترام، مشهد يليق بمنظمة العالم الإسلامي. كلمة أتناولها باسم الوفد المغربي المشارك بكثير من التأثر وبزخم ومزيج من المشاعر، لأننا نؤمن أن ما يجمعنا بالأشقاء في الجزائر أكثر مما يفرقنا، فاللغات والثقافة والجغرافيا والتاريخ والعقيدة توحدنا وتعضد أخوتنا، كما أن المستقبل والمصير المشترك كونه نتاج مسار مشترك يجمعنا. ده كلام يليق
باجتماع مندوبين من العالم الاسلامي. على ذكر الوفد المغربي في الجزائر، مش عايز حضرتك تنسى اللفه اللي بيلفها اي وفد مغربي رايح الجزائر بسبب اغلاق المجال الجوي امام الطيارات المغربيه. اللفه بتاعت الوفود الرياضيه بتلفها اي وفود رسميه رايحه الجزائر. فالوفد المغربي برضو يروح لباريس او تونس عشان يروح للجزائر. محمد والزين رئيس الوفد البرلماني المغربي عبر عن هذا بتلك العبارات: أن تطأ أقدامنا في رحلتنا هاته لعناق الإخوة الجيران دون إكراه الالتفاف والمرور عبر أرض الإفرنج لبلوغ أرض الإسلام لحضور تجمع الإخوة في الإسلام. لكن إصرارنا للحلول بين ظهراني إخواتنا بالجزائر كممثلي الشعب المغربي هو إصرار لعناق بين الشعوب الشقيقة وتشبت بالأخوة الإسلامية. نفس اللقطه اللي بتضايق كل مره، تصرف رسمي بين البلدين مع بعضهم عكس الالتحام الشعبي تماما. تشوف مباريات المغرب في كاس العالم في قطر واحتفاء العالم كله، تلاقي الجاره الجزائر هي اللي متجاهله الموضوع كانه مش موجود. برضه كان التلفزيون الجزائري وصفحه مجلس النواب الجزائري بتجاهل تماما الوفد البرلماني المغربي او اي رغم خبر عنه، رغم انها نشرت عن كل الحاضرين. بالمصري كده بنقول على الموضوع ده لعب عيال. بص، كل حاجه الا كأن المغرب دي هوا. كل ما تناول اي حدث بين المغرب والجزائر الخلاف اللي منهم يجي في دماغ التعبير ده لعب العيال والتصرفات الصبيانيه. يبقى واحده ملهاش اي علاقه بالموضوع عشان ترمي كلمتين تصب فيهم زيت على النار. رئيس الوفد المغربي التي لقت كلمته ترحيب كبير جدا على السوشيال وجه عتاب لاخوته الجزائريين المستضيفين: يا جماعه احنا ما بنصدق نتجمع، ليه تعملوا حاجه زي كده؟ في الجزائر الشقيقة أقول: هل كان لابد للسماح بتعكير هذا الجو الأخوي لبلد جار وأخ شقيق يحل ضيفا بين إخوانه وأخواته بعد حفاوة اللقاء وحرارة العناق وكرم الضيافة؟ لا أعتقد أخوتي أن ذلك كان ضروريا. دكتور عبد العزيز التويجري المدير العام السابق لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة أدان موقف السلطات الجزائرية. كثيرين يعني، بس أنا اخترت لك التويجري لأنه حقيقة منصب ذو صلة بهذا التجمع الإسلامي. إقحام أجنبية لها موقف معادل للمغرب في اجتماع اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي سمح لها بإلقاء كلمة في افتتاحه تتضمن تحريض واستفزاز سافرين يذكرنا بما حدث في افتتاح الشان قبل أسابيع معدودة. إلا الحماقة أعيت من يداويها. خبرتي الطويلة في العمل الإسلامي المشترك لا يسمح بمثل هذه تصرفات بناء على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. والله الواحد خلص كل الكلام في تلك المواقف الصبيانية.